السلام ايوه. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ابو عمر. ازيك يا شيخ رامي؟ الله يعزك يا مولانا، معقول الشيخ اخبارك ابو ايه؟ عمر بيتصل عليا؟ انا مش مصدق يا رجالة. اتشرف بك يا مولانا، والله حياك الله اتشرف يا بك، ربنا شيخنا. يعلم اني احبك فيه. ما شاء الله، الله احبك يعزك الذي ويبارك احترم فيك قلبي. ويرفع طبعا قدرك في الشيخ الدنيا ابو عمر الباحث، يعني مش محتاج ان انا اعرف به، الكل يعرف من هو شيخنا الله الشيخ ابو عمر. يعزك يا مولانا. الله يسعدك حبيبي، الله اتفضل. يحفظك يا مولانا، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والاخره. امين امين. جزاكم الله خير والله. هو بس انا اولا انا كنت في البث من شويه وسعدت جدا والله بسماع الاخ اللي اهتدى هو والاسره، ما شاء الله، وحمدت الله الله يسعدك. سبحانه وتعالى ودعوت لك كثيرا، امين امين وحتى للاخوه العاملين معك، والله ربنا يجازيكم خير على هذا امين المجهود. امين. وسبحان الله دلوقتي كنت بعمل حاجة وكنت اقفل الصوت يعني، بس كنت موجود في البث بس. فلسه بفتح الصوت لقيت الأخ بيذكر اسم رشيد حمام يعني. فحبيت بس أقول له إن رشيد ده أخي الكريم، إحنا يعني أنا لا أذكر يعني إن في أحد من النصارى على وجه الأرض في العرب، يعني في نصارى العرب، فضح كما فضح زكريا بطرس ورشيد حمامي. هذان الاثنان إحنا يا أخي الكريم غزلناهم وشطفناهم ومسحنا بكرامتهم الأرض. فشوف الناس دول، الناس دي احنا عملنا فيهم الفضايح يعني. يعني رغم تقديري العظيم والله لجهود اخونا الشيخ رامي الله الله يحفظه، يرضى والشيخ عنك وليد شيخ. اسماعيل، والشيخ خالد الوصابي، والدكتور سيد مازن، وكل الافاضل الاماجد دول. شوف هم عملوا ايه في الشيعه، احنا الحمد لله رب العالمين يا اخي عملنا هذا في النصارى. لو الاخ سمعني دلوقتي يا اخي الكريم، هؤلاء الناس احنا يعني في بعض المناظرات تمت معهم. شوف المناظرات اللي حصلت مع الناس المختصين، يعني ارجو من الله ان يكون الاخ سامع فعلا. ما شاء الله. يعني رشيد هذا ان شاء الله مش طول على الشيخ رامي. رشيد هذا عمل مناظرتين مع الدكتور منقذ السقار، يا اخي صحيح والله الدكتور مسح فيه الارض. صحيح. الدكتور مسح فيه الارض. يعني تخيل انسان في مناظره علميه يقول للطرف الثاني اعطني شيء يمكن الرد عليه. انت متصور ان شخص يصل به الهزال العلمي والضعف العلمي والضعف في الرد، انه يقول للطرف الثاني، يقول له اعطني شيئا يمكن الرد عليه. يعني فعلا. معنى ذلك ان جميع حججي انت لا تستطيع ان ترد عليها. صح صحيح ولا ايش كرامي؟ صحيح والله. تمام. ده بالنسبه للرشيد حميد طبعا. ده بالنسبه للمناظرات المباشره، لكن في ردود اخرى، ردود علميه موجوده برضو على قناتي وعلى قناه الدكتور منقذ السقار وغيرنا. يعني اكتب بس كده الرد على رشيد حمامي وان شاء الله سترى ما يسرك. يعني بفضل الله احنا عندنا مئات، ربما لو جمعنا المجهود اللي موجود على الانترنت الاف الحلقات لفتح هؤلاء. ما قالوا شيئا، هم مبدئيا كده ما لم يقولوا شيئا جديدا، لكن كل اللي هم قالوه سواء بقى نقلوه عن غيرهم او هم اللي قالوه، المهم ان يعني كل هذا تم الرد عليه. بخصوص زكريا بطرس يا اخي الكريم، اخر فضائحه انه حصلت مناظره بينه وبينه عن موضوع الارهاب وقتل النساء والاطفال بين القران الكريم وبين الكتاب المقدس. انت متصور يا شيخ رامي كده يكون مثلا في مناظره بين طرفين، وطرف منهم يقوم قايم في نص المناظره كده وماشي، فيسالوه انت قمت من المناظره ليه؟ يقول لهم انا مش بتاع مناظرات ولا عامل القناه بتاعتي للمناظرات. ده يا ما جماعه شاء اللي الله. حصل حرفيا بيني وبين زكريا بطرس. هو الله أكبر. حدد شكل معين للمناظره، المهم وافقنا وانا دخلت نيابه عن الاخوه، دخلت في هذه المناظره. بعد مداخلتين هو حدد شكل يا مولانا ان هو يعمل مقطع زي ما الواد الرافضي ده عمل قبل كده وهرب برضه. حسبنا سبحان الله الله. ونعم الوكيل. المهم يعني، وبمناسبه سبحان الله البث النهارده عن هروب ذو الفقار المغربي، او نفس طريقه الهروب ايضا عملها زكريا بطرس. على فكرة انت عامل زكريا ردود، بطرس. كنت عامل ردود قوية على محمد الحسن راتون اللي هو ذو الفقار المغربي، لدرجة هو بدأ يعمل رد عليه. وبعد اخر 3 فيديوهات او فيديوهين ليك، الولد رفض الرد نهائي ومسح قناته، وبعدين قال القناة هكرت ومسح الفيديوهات كلها من ايوه قناته. انا متابع يا ايوه شيخنا. يا مولانا. عارف يا شيخ رامي، انا سبحان الله في احد الاخوه ارسل لي تعليق، الواحد رافضي عامل قناه على يوتيوب بيستاذن هذا الرافضي الفرار، بيستاذنه ان هو بقى هيتولى الرد عليه. يعني خلاص انت كده يا ذو الفقار، انت فشلت وعجزت، لو سمحت اديني انا بقى، انا يعني اذن لي ان انا ارد بقى على ابو عمر. طب وذو الفقار راح فين؟ مش انت قلت ان انا فتحت مقبره السقيفه وفتحت صدرك وعملت وسويت؟ اين انت الان؟ سبحان الله. انت والله دفنت كل اهل والله. الباطل، والله دفنت يا شيخ. والله يا مولانا كلهم يا مولانا، والله يا شيخ رامي الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك في الدنيا امين. والاخره. كلهم على نفس الوتيره، كلهم جبناء، كلهم خائفون، كلهم جهلاء، كلهم يكذبون، كلهم يدلسون، كلهم نفس الوتيره. ايا كان بقى ايه، شوف الكفر كله مله واحده.
ملة صدقت واحدة، والله. سواء يكون نصراني، يكون شيعي رافضي، يكون ملحد، كلهم ملة واحدة، كلهم يتشابهون في طريقة الرد وطريقة التدليس والكذب والجهل، كلهم. اي والله صدقت يا شيخنا، والله انا ما زلت والله يا ابو عمر، وانت تعلم انا لا احب ان اثني على احد في وجهه، ما زلت اتعلم منك انت والله الردود على يا اعداء مولانا الاسلام. الله، أنت أستاذنا يا اي شيخ والله. رامي، ربنا يحفظك والله يا ويبارك شيخ ابو فيك عمر، يعني. حتى ان انا يشهد الله اني انصح كثير بمتابعه قناتك. يقول لي فلان عدنان ابراهيم، اقول له وسيم يوسف، رشيد فلان، اقول له تابع قناه اخونا ابو عمر الباحث. فانا عن نفسي ارى ان افضل من يرد، رقم واحد، من يرد على الشبهات، ضد شبهات اتباع الديانات الاخرى واتباع الزيغ والضلال على الاسلام، هو اخونا ابو عمر الباحث. اسال الله ان يثبتك يا رب ويبارك فيك يا الله شيخ. يعزك يا مولانا، آمين وإياكم، آمين وإياكم، ربنا يتقبل منا ومنك امين يا شيخ رامي حبيبي. والله. امين. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا هذه الأعمال ايوه إن شاء والله. الله، فنحن من الفائزين في الدنيا والآخرة. والله يا ابو عمر، والله والله انا اشهد امام الله وامام الملأ اني يعني انت من الاشخاص الذين يحبون الخير لغيرهم، ولم اجد في قلبك حقد على احد، حتى ان في بعض المواقف حدثت معك وسبحان الله اراك تعفو وتصفح، وشغلك الشاغل الرد على اعداء الاسلام. فاسال ان يبارك فيك يا شيخنا والله، ما أليس ويسددك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله وأسأل عليه الله أن وسلم. أكون صادقا في هذا والله. امين امين يا رب. نحن نحبك في الله يا شيخ والله. وأنا أحبك والله في الله كثيرا، وأنت وكل الإخوة العاملين معك وجمهور امين قناتك الأفاضل. امين. وانا بس حبيت والله ان انا ابلغ الاخ، بس اللي هو انا المشكله انا ما اعرفش حتى هو قال ايه. انا سمعته، شغلت الصوت وهو بيقول رشيد حمامي وهو او بيقول الاخ شيعي، رشيد. هو شيعي مهتدي بفضل الله، اعلن هدايته معانا من حوالي 4 شهور تقريبا، 4 اسابيع تقريبا. الحمد لله. فبيقول لي انا امم بعديها ساعات بسمع لفلان واسمع لرشيد حمامه وفرخه وحاجات من ديت، وبسمع هنا وهنا. فقلت له الاولى الا تسمع لاحد، حتى يعني تتاصل في دينك طبعا. وتتعلم القران وتتعلم، وهو سمعك الان ان شاء الله، وقبل باذن الله نصيحتك ان شاء الله. طيب الله يعزك يا مولانا. انا بس جزاك الله هو خير. يعني يعني احنا الحمد لله رب العالمين بالنسبه لرشيد حمامي كل دول احنا ردين عليهم وفاتحينهم. لسه انا منزل حلقه من حوالي يومين تقريبا عن رشيد حمامي بيستدل بنص على الوهيه المسيح، والحمد لله رب العالمين اثبتت له من نصوص كتابه ان هذا النص اصلا ينسف الوهيه ما المسيح. شاء الله عليك. انا بس عايز الاخ يتابع القناه، يعني عندك طيب. قناه الدكتور مقدس السقار، وعندك القناه عندي وغيرنا، يعني في بفضل الله سبحانه وتعالى حلقات كثيره جدا لفضح رشيد حمامي وفضح اكاذيبه حول الاسلام العظيم. ما شاء الله. هي قناة أخونا أبو عمر طبعا لا تخفى على أحد، مكافح الشبهات إن شاء الله بإذن الله. هذه القناة تجدون ما يسركم فيها يا أهل التوحيد، سواء رد على النصارى، على الله الشيعة، يعزكم. على العلمانية، على القرآن، منكروا السنة وليس القرآنيون، على كل من يعني كل صاحب فرقة أو صاحب قول باطل ترون ردود أخونا أبو عمر. أسأل أن يثبتك ويبارك فيك ويسعدك يا أبو الله عمر يا رب. يعزك يا مولانا، وشرف امين لينا وياك، والله سعيد جدا اتصالك جدا. علينا، والله الله شرف لنا. يحفظك. الله يعزك، ده شرف لي انا والله، جزاك شرف الله لي خير انا. وأحسن الله إليك يا ربنا شيخ. يعلم اني بحبك في الله والله، محمد وانت رزقتني من الجزء. احب الناس الى قلبي. أعلم شوفوا والله. مولانا ان نعم. الذابين عن دين الله هؤلاء، انا اشعر والله يا شيخ رامي، وربنا يعلم صدق ما اقول، انا اشعر ان انتم عائلتي والله يا اخي، الله زي ما يرضى بقول لك عنك يا كده، أبو عمر. هم هي دي اسرتي، واخد بالك، الله يبارك. الاسره العائله. الله يبارك فيك يا رب. فربنا يرزقنا واياكم كنت الصدق أسمع منك والاخلاص هذه يا رب. الكلمة كثيرا والله. الله يسعدك ويرضى عنك يا أبو عمر الله ويبارك يعزك يا فيك يا رب. مولانا. جزاك جزاكم الله الله خير. خير يا مولانا، جزاك الله الله خير يا يحفظك. شيخنا. مع السلامة. تفضل يا مولانا، مع السلامة. جزاكم مع الله خير، السلامة مع السلامه. وإياك. مع السلامة. أيها الكريم، يعني طبعا أنا أقول للإخوة اللي ما يعرفوش أخونا أبو عمر الباحث، وهو يعني غني عن التعريف، فهو أستاذنا جميعا اللهم بارك. اكتب بس قناة مكافح الشبهات. كان الواحد لسه بيبتدئ تعلم الرد على الشيعة، وكان الشيخ أبو عمر ما شاء الله ينزل مقاطع، فهو أسبقنا في هذا المجال، ينزل مقاطع وردود وترى تأصيلاته في الردود. أسأل أن يثبته وأن يبارك فيه، اللهم آمين يا رب.